تخيلوا بقى ان الجمال اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كله من البطيخ. انا يا جماعة ما ينفعش يكون في بطيخ في السوق وانا اسيبه في حاله ابدا. تعالوا بقى علشان اقول لكم على مشروبي المفضل. طول ما في بطيخ موجود في السوق هو ده مشروبي المفضل. هنجيب بقى البطيخة بتاعتنا. انا جبت البطيخة وقسمتها على 2، وبعد كده قسمتها الحلقات كلها بالشكل ده. هناخد بقى الحلقات بتاعة البطيخ دي ونحطها فوق بعضها ونقسمها كأننا بنقسم بيتزاية بالظبط. البطيخ بيطلع كله كده بنفس الشكل وبنفس الحجم، وكمان بيطلع شكله حلو جدا في التقديم. هنا بقى كده لو حابين انكم تقطعوها لمربعات صغيرة، جبت كمان واحدة من الشهد او الشمام زي ما بتسموه وقشرتها وقطعتها لمكعبات. وكده البطيخ بتاعنا جاهز على التقديم على طول. هنحضر بقى المشروب بتاعنا: لتر من الحليب، عليه معلقتين كبار من الكاستر، ونص كوبايه من السكر، ومعلقه صغيره خالص من الفانيليا. هنقلبهم طبعا الاول كويس على البارد، وبعدين نرفعهم على النار مع التقليب المستمر. هو القوام بتاع الكاستر يا جماعه مش هيربط، لان احنا حاطين لتر حليب عليه معلقتين